مساء الخير عليكم. سعيد جدا ان انا وسطكم النهارده. انا اسمي حسن غزالي، منسق عام ومؤسس مكتب الشباب الافريقي داخل وزاره الشباب والرياضه، وهي وحده معنيه بتنميه العلاقات المصريه الافريقيه. كمان انا ممثل مصر وشمال افريقيا في حاجه اسمها اتحاد الشباب الافريقي. اتحاد الشباب الافريقي هي المنظمه القاريه التي تجمع جميع المجالس القوميه للشباب ووزارات الشباب. تم انتخابي في 2014 ممثلا عن منطقه شمال افريقيا. بحييكم من اعرق مكان في الاسكندريه، مكتبه الاسكندريه، من خلال التلفزيون المصري قناه الاسكندريه، القناه الخامسه. معانا النهارده تجربه ازعم ان هي من افضل التجارب اللي انا قابلتها في مجال الترحال او مجال الانتقالات او ادب الرحلات زي ما بيقولوا، لانها تجربه بتمسنا واحنا محتاجينها ومحتاجين نسمع اكتر عن مثل تلك التجارب. معانا مجموعه شباب جابوا افريقيا او لفوا افريقيا او زي ما بيقولوا كده جابوها مش من شرقها لغربها بقى، من جنوبها لشمالها. معانا سالي ومعانا باسل، معانا سلمى ومعانا باسل، سفراء افريقيا، واعتقد هم يستاهلوا وجديرين باللقب ده، هم وزمايلهم اللي مفيش فرصه ان هم يكونوا موجودين معانا النهارده. عايزين نسمع منهم اكتر عن تجربتهم من جنوب افريقيا مرورا بموزمبيق، بكينيا، بتنزانيا، السودان، جنوب السودان، مصر. تجربة قعدت حوالي 40 يوم، بدأت يوم 23 أغسطس. محتاجين نسمع منهم أكتر ونعرف عنهم أكتر كنموذج للشباب. ازيك يا سلمى؟ تمام الحمد لله. ازيك يا باسل؟ تمام الحمد لله تمام. طيب كمان سعداء اللي احنا هننقل التجربة دي متماشيين مع عام الشباب كما أقروا الاتحاد الأفريقي السنة دي. يمكن مصر كانت سباقة ان هي عملت 2016 هو عام الشباب، لكن احنا ما زلنا لسه في السعي او في مخاض التجربة اللي الاتحاد الأفريقي أقر في 2017 هو عام الشباب. سعداء اللي احنا بننقل تجربة شديدة الخصوصية وشديدة القرابة لمحيطنا الجغرافي وهو أفريقيا. مين هي سلمى ومين هو باسل؟ عايزين نبدأ بسلمى. تمام. أنا اسمي سلمى أسامة، عندي 24 سنة، بشتغل مهندسة مدني، بحب السفر والتصوير. مين هو باسل؟ أنا اسمي باسل محمد عبد المولى، عندي 21 سنة، في ثالثة هندسة كيميائية. يعني بالنسبة لي السفر ده من أكتر الحاجات اللي بتخليني أحس إن أنا سعيد ومستمتع، يعني فعشان كده كنت موجود في البرنامج ده. طيب ده هنقل السؤال لسلمى، أول مرة تطلعي برا مصر يا سلمى في الجولة دي؟ لا أنا يعني كنت بسافر كتير مع أهلي، وأول مرة سافرت لوحدي كانت في 2013، سافرت كينيا. كينيا؟ على طول مرة واحدة كده كينيا؟ على طول كينيا. وأنت يا باسل؟ لا أنا سافرت قبل كده كذا مرة وعشت فترة برا مصر، فما كانتش المرة دي أول مرة بالنسبة لي يعني. عايزين نعرف اكتر عن ازاي بدأت فكرة السفراء افريقيا، وازاي بدأت مين اللي كان ملهم ليكوا اللي انتوا مين اللي اقنعكم، مين اللي شدكوا للمنطقة ديت. احنا للأسف في مفهوم او في مفاهيم خاطئة دايما بيتم تصديرها لينا، اللي افريقيا هي قارة المجاعات والمرض. في تحديات بنواجهها في افريقيا فعلا، لكن اعتقد كمان في وجه اخر لافريقيا مشرق. حابين نسمع منكم عن هذا الوجه المشرق او المنير. سلمى. تمام.
هي الاول اصلا African Ambassadors او سفراء افريقيا، هي التراب دي منظماها organization اسمها Have a Dream. Have a Dream دي organization تبادل ثقافي culture exchange مصرية بدأت في 2014. نتكلم بالاخص عن تجربة سفراء افريقيا، فهي بدأت الفكرة من زميل محمود عبد المجيد مؤسس Have a Dream اسمه محمد مؤمن. هو اخذ الروت بس بالعكس اخده من القاهرة لكيب تاون في 2015 ورجع طبعا يعني شاف الدنيا. انتوا عشان برضو نوضح للناس، انتوا كنتوا من كيب تاون جوهانسبرج للقاهرة بالظبط. فهو لما راح طبعا شاف الدنيا وكان عنده ستيريوتايبس، يعني كان عنده قناعات واكيد اتغيرت كلها، ان كل افكارنا عن افريقيا ان هي مجاعات وفقر ومرض وما فيهاش حاجات كتير تتعمل، الصورة اللي بيصدرها الاعلام يعني بشكل عام عن الحاجات. فهو لما راح لقى ان هي مختلفة وفيها فرص سياحية واستثمارية وتجارية وكل حاجة. فلما رجع قعد مع الناس، قعد مع محمود وقال له ان احنا يعني لازم نبدأ ننقل الفكرة دي وان احنا نكبرها ونكبر السكيل ده بحيث ان هو العدد يبقى اكبر. فنبدأ بموديل، يعني نبدأ ب8 شباب يروحوا يعرفوا اكتر عن الدنيا دي. فالكلام ده غالبا كان من سنة تقريبا. من ساعتها بقى وناس بتاعت هاف دريم اخذت الموضوع بقى على عاتقها، هي عايزة تعمل البروجرام ده. فبدأوا كده في تقريبا اول ميتنج ليهم كان شهر 10 او حاجة كده 2016. تمام. نزلوا بقى يعني بدأوا يحضروا البروجرام ويظبطوا الروت، وبعد كده نزلوا يعني ايفنت على الفيسبوك عشان نجيب الناس تبدأ تقدم اللي هي انترستد في البروجرام. كان مقدم حوالي 570 حد. دخلت بقى مراحل الفلتريشن والانترفيوز وكده لغاية لما بقينا احنا 8. احنا مثلا تعرفنا على بعض قبل البروجرام بحوالي شهرين او 3 شهور. من اول ما اتقابلنا بقى واحنا بنشتغل، يعني احنا بنحضر من A to Z للبروجرام. احنا يعني عملنا ريسيرش على البلاد، طلعنا الفيز، قعدنا نظبط البادجت بتاعتنا والسكادول لغايه لما وصلنا بقى اليوم 23 وطلعنا ان شاء الله. طلعنا سلمى طبعا حريص عليها اسكندريه. باسل، كل اللي احنا اتكلمنا عليه مع سلمى يمكن الناس هتفتكر اللي تم اختزاله في دقيقة، سلمى وضحت لها في دقيقتين، لكن انا كنت شوية متابع مع الشباب من قبل الانطلاق. كان في مجهود مبذول قوي جدا، استعدادات وترتيبات كانت شديدة التعقيد. بعض الاحيان كان في بعض السفارات كان فيها صعوبة شوية في اصدار الفيز او استخراج التأشيرات. لكن هينقلنا السؤال، هل بعد المعاناة التنظيمية والمعاناة بتاع الترتيب والخاصة بالترتيبات للسفر، هل خلال 40 يوم حسيت ان انتوا قدرتوا تنفذوا الاهداف او الرؤية او تطلعاتكم من خلال الرحلة دي؟ وهل اصلا كان في اهداف ولا انتوا كان مجرد سفر، انت عايز تسافر، عايز تعمل بس فرقعة اعلامية، اول مجموعة تسافر من كيب تاون او من جنوب افريقيا لمصر او للقاهرة، ولا هل فعلا في اهداف كان مرسومة وكانت محطوطة وانتوا فعلا قدرتوا تنفذوها؟ وايه اللي ما قدرتوش تنفذوه، وايه اللي كنتوا بتطمحوا له ونفذتوه، وايه اللي كنتوا بتطمحوا له ولم تستطيعوا تنفيذه؟ طيب، هو مبدئيا احنا كان في كل بلد بيبقى عندنا 3 اهداف. اول هدف ان احنا بنعمل عمل تطوعي مع الاطفال، حتى هنلاقي في الصور في كل بلد كنا بنروح نعمل عمل تطوعي مختلف. وكان بيبقى هدفنا من العمل التطوعي ده ان احنا بننقل للاطفال خاصة يعني وللشباب في افريقيا ان مصر دي جزء من افريقيا. فده كان بيبقى اول شق. يعني تاني شق ان احنا كنا بننزل الشوارع نلف مع الناس ونفهم الدنيا، نفهم الثقافات، الطبيعة، الشعب بيفكر ازاي، المشاكل اللي بتقابلهم، نفهم الدنيا بدماغنا احنا، مش بس ان احنا بنسمع كلام في التلفزيون. ثالث هدف ان احنا بنروح الاماكن السياحية اللي في البلد. فمثلا في زيمبابوي رحنا فيكتوريا فولز، في كينيا رحنا ماساي مارا. بندور في كل مكان على الجانب السياحي اللي ممكن يشوف اجمل ما في البلد ده كان ايه.
فده كانوا الثلاث اهداف. احنا كان اصلا الموضوع بالنسبه لنا مش مجرد ان احنا بنخوض تجربه السفر مع في الثمان بلاد او في القاره كلها، هو كان الموضوع ان احنا نشوف افريقيا بعينينا بجد، بعينين الشباب، عشان لما نرجع نقدر ننقل صوره حقيقيه للناس افريقيا عامله ازاي، وايه الاستثمارات اللي ممكن نعملها فيها، الشعوب بتفكر ازاي، العادات، التقاليد، المشاكل، كل الكلام ده كنا واحنا ماشيين كل واحد فينا بيبقى مسؤول عن جانب معين، جانب العادات، جانب البيزنس، جانب التقاليد، جانب الاستثمار، كل واحد مسؤول فينا احنا الثمانية عن جانب، عشان لما نقدر نرجع يبقى عندنا رؤية كاملة. يعني عين واحدة ما كانتش ينفع تشوف كل حاجة مرينا بيها، بس لما 8 عيون كل يوم مع بعض لمدة 40 يوم يقدروا يشوفوا الصورة كاملة. وبرضه اكيد مش الصورة الكاملة، بس يقدروا يشوفوا صورة اكثر وضوحا من الصورة اللي احنا بنشوفها في التلفزيون او اللي احنا متخيلينها قبل ما نسافر. طيب خليني اسالك على حاجه يا باسل، هل كان في فكره الاختيار كان الاختيار كان متنوع من خلفيات تعليميه مختلفه؟ اختيارنا احنا كسفراء افريقيا الثمانيه بالظبط، هو كل واحد فينا حاجه مختلفه تقريبا. يعني احنا الثمانيه في منهم الدكتور والمهندس واللي بيشتغل في السياحه والفنان واللي خريج تجارة بيشتغل في مجال الدعاية والإعلان، وفي واحد معانا بيشتغل في مجال التدريب، فكله احنا 8 مختلفين بنسبة كبيرة قوي عن بعض يعني. طيب ده برضه هنقلنا لسلمى، ليه ما سميتوش نفسكم سفراء مصر وسميتوا نفسكم سفراء أفريقيا؟ يعني في مقولة كده عجبتني جدا، كنت ساعتها في تشاد، وبالمناسبة كمان احنا بنرحب باخواتنا وزملائنا من دولة تشاد، الاستاذ مصباح او الباشمهندس مصباح من الدارسين بجمهورية مصر العربية، وكمان الباشمهندس حسن. هم اصروا لما عرفوا النهارده في لقاء هنتكلم فيه عن افريقيا اللي هم يكونوا موجودين. في كده مثال بيقول، او انا بقوله يعني، اللي مصر هي قريتي وافريقيا هي بلدي. ليه سميتوا نفسكم سفراء افريقيا، ما سميتوش نفسكم سفراء مصر؟ عشان يعني مصر جزء من افريقيا، يعني دي الحاجه اللي احنا بنحاول اصلا طول الوقت ننقلها، يعني احنا مصر دي في افريقيا. فعشان كده احنا سمينا نفسنا يعني African Ambassadors او سفراء افريقيا، عشان دي الفكره الاساسيه ان مصر دي جزء من افريقيا. هما بس يمكن احنا في الفترة يعني لفترة طويلة قوي ما كناش متوغلين قوي في افريقيا، ومش ناس كتير قوي تعرف عن مصر. احنا لوننا مختلف، بنتكلم لغة عربية، فهو ده مخلينا احنا يعني مش بعاد، بس هم يعني مش قريبين برضه، يعني مش بنتكلم نفس اللغة، مش نفس اللون، فمش بنروح كتير. يعني الشباب مثلا معظم الوقت لو حد بيطلع يسافر او كده بيتوجه لاوروبا لاسيا، ما حدش يعرف حاجة قوي عن افريقيا. فعشان من هنا بقى جاء الاسم ان احنا سفراء لافريقيا، عشان احنا افريقيا اصلا. الناس كانت بتشوف مصر ازاي؟ الناس كانت بتشوف مصر ازاي. هو مبدئيا احنا اول ما نقول مصر، فمثلا ابو تريكة، محمد صلاح، حسام حسن، يعني اكتر حاجة معروفة. بالظبط، يعني اللي هو ناس بتشوف مصر، ناس بتحب مصر جدا. يعرفوا عننا الاهرامات، ويعرفوا الفراعنة، يعرفوا الكورة. مش يمكن مش معلومات بقى قوية قوي عن مصر، وده كان هدف اساسي، يعني ان احنا نحاول ننشر الموضوع. يعني اول ما حد كنا بنعمل كده زي جيم في كل مرة، فاللي هو حد يسألنا انتوا منين، فنقول له طب خمن، فيقول لنا يوروب، فلا على فكرة احنا افريقيا. جزائر،
لا جنبها شويه، فبنفضل ماشيين معاهم كده لغايه لما نوصل ان احنا مصر يا ايجيبت حسام حسن على طول كده. فالناس بقى ايه بتبدا تعرف يعني، تقعد بقى تكلمنا في الحاجات في الكوره بقى وفي السياسه وفي الاهرامات وفي ابو الهول. فدي كانت معظم الصوره يعني الناس عارفاها عن مصر. بمناسبة الكلام الجميل اللي قالته سلمى، عايز اوضح نقطة معينة. في المفاهيم الاستعمارية دايما بيتم تقسيم المنطقة الى ميدل ايست وشمال افريقيا وسب صحراء. دي احدى اهم المصطلحات اللي لازم احنا يعني نكون ضدها ونحاربها قبل اي حاجة. معنى اللي هو بيقولك سب صحراء يعني هو بيقسم افريقيا جغرافيا على حسب مناطق نفوذه وعلى حسب هو مناطق مصالحه ازاي. ما بيقولش شمال افريقيا، هو بيقول سب صحراء وميدل ايست. ميدل ايست بقى تيجي في الجزائر، تيجي في مصر، تيجي في ليبيا، تيجي في كل المناطق ديت. برضو من اعظم حاجات انا شفتها في عيون الافارقه او عيون الناطقين بغير العربيه في افريقيا، ان هم بيشوفوا مصر هي موديل او رول موديل لافريقيا. اعتقد ان احنا مهم جدا ان احنا كمان نشتغل على النقطه ديت. كان وقت من الاوقات احنا كنا بننقل الخبرات الى افريقيا. صدقوني افريقيا اتغيرت لدرجه ان في دول تقدر تنقل لنا احنا خبرات دلوقتي، كرواندا او ككينيا جنوب افريقيا. الدول دي تقدمت كثيرا. الدبلوماسية الشبابية يا باسل، هل انت شايف ان ده نوع جديد من انواع الدبلوماسية؟ اللي انتوا عملتوه ده بيندرج تحت مفهوم الدبلوماسية الشبابية. يمكن في 2014 لما اسسنا في وزارة الشباب والرياضة ما يسمى بمكتب الشباب الافريقي، كنا حاطين في حيثيات الورق اللي احنا بنطمح لما يسمى بمفهوم الدبلوماسية الشبابية. والدبلوماسية الشبابية يمكن هي افضل مصطلح ممكن يتم تعريفه للدبلوماسية الغير رسمية من وجهة نظري. هل انت شايف اللي انتوا كشكل من الاشكال كان شكل من الاشكال الدبلوماسيه وازاي؟ انت كنت بتتكلم دلوقتي بتقول ان احنا كان في كذا وجهه نظر، كان في وجهه نظر اقتصاديه، كان في وجهه نظر ثقافيه، كان في وجهه نظر رياضيه. احنا كنا بنجمع عده وجهات نظر، وفي نفس الوقت احنا كنا بنعكس وجهه نظر كمان، وجهه نظر مصريه. يعني انا في موضوع الدبلوماسية الشبابية دي أنا مقتنع جدا إن الشباب هما بيبقوا أكثر تأثيرا على بعض من الكلام بتاع الإعلام والكلام اللي بيبقى موجود بشكل كبير بقى وكلام عميق كده. يعني إحنا كشباب مع بعض دايما الموضوع بيبقى أسهل بكتير يعني. فإحنا من ساعة ما رجعنا عندنا ناس كتير قوي، وبالذات إن إحنا زي ما قلت لك إحنا 8 من أفكار مختلفة وثقافات مختلفة والبيئات بتاعتنا كمان مختلفة. فإحنا قاعدين بننشر كل الحاجات اللي احنا شفناها دي زي ما شفناها بالظبط للشباب هنا في مصر. فده شق كبير جدا ان هو في ناس، يعني انا اعرف ناس من اصدقائي دلوقتي بيظبطوا نفسهم ان هم يسافروا كينيا مثلا. ليه؟ هم كان عمرهم ما يفكروا في حاجه زي دي، بس لما شافك وشاف الصور هناك وشاف الاماكن بقى بالنسبه له عنده فكره هي ما كانتش اصلا ممكن تخطر على باله قبل ما احنا نسافر. فده بالنسبه لنا يعني عايزين نفضل نوسع في الكلام ده عشان نوصل فكره اكبر هنا في مصر. على الصعيد التاني بقى لما كنا هناك فكنا بنحاول ننقل الصورة اللي احنا عايشينها في مصر للناس هناك، عشان هو في ناس مش ما يعرفوش عن افريقيا غير زي ما عن مصر، غير زي ما كانت سلمى بتقول الكورة مثلا، عشان دي اكتر حاجة بتتصدر لهم هناك. فاحنا كنا بنحاول ان احنا ننقل الكلام ده عشان ممكن في يوم من الايام بقى شباب او اطفال من اللي احنا رحناهم وزرناهم لما بيسألوا انتوا تعرفوا ايه عن مصر،
فمش بس هيقولوا كوره، هيقولوا ان كان في مجموعه شباب جم عملوا معانا عمل تطوعي، او مجموعه شباب جم ساعدوا معانا في قافله طبيه من مصر. فدي بالنسبه لهم بتبقى حاجه مسمعه معاهم. يعني احنا في كذا شخص من مصر لما كنا بنروح نعمل عمل تطوعي بالذات مع الاطفال، فمثلا في جنوب في كينيا كنا قلنا احنا من مصر، فراحت الاطفال كلهم قالوا اسم جهاد. احنا ما نعرفش لغايه دلوقتي جهاد ده ولد ولا بنت، بس هو شخص من مصر كان راح وساعدهم وهناك، فهم بالنسبه لهم بقت مصر حاجه جميله، عشان هم عارفين ان في حد من مصر اسمه او اسمها، يعني انا فعلا مش عارفين، جهاد جت وعملت او جه وعمل اعمال تطوعيه. فهو ده الدور اللي احنا كنا نفسنا نقدر نعمله قبل ما نسافر، واظن الحمد لله ربنا كرمنا بنسبه كبيره ان احنا قدرنا نعمل الاثر اللي احنا كان نفسنا نعمله هناك يعني. شكرا جدا ليكم وتحياتنا ليكم. شكرا.